بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى قناة سلام الإعلامية المباركة، التي نطل عليكم من خلالها أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية. هذا الشهر الكريم، بما أننا في شهر رمضان، سخرنا هذا البرنامج للحديث عن القرآن الكريم واللغة العربية ورمضان وعلاقتنا بالقرآن الكريم، وثم يعني إقبال الناس على آم، قراءة كتاب الله، وفي نفس الوقت التلاقي والتآخي بين المسلمين جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإن شاء الله ربنا يوفقنا لما أن نقدم لكم كل ما هو مفيد وجميل إن شاء الله. معنا ومعكم البروف الشيخ الدكتور جلال الدين محمد صالح، من حيث يقيم، ونحن في رحاب هذا الشهر المبارك آلينا على أنفسنا وضربنا موعدا معه ولم يخلفه، والحمد لله هذه الحلقة الثالثة. بروف جلال، أهلا ومرحبا بك في قناتك، قناة سلام الإعلامية المباركة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا ومرة ثانية أهنئ وأحيي المتابعين، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للطاعات إن شاء وأن الله. يهدي إلى سبيل الرشاد. آمين بإذنه تعالى. بروف جلال، الموضوع الذي أحب أن نناقشه هو الأبعاد الدينية والوطنية للإفطارات الجماعية في رمضان للجالية الإريترية. وأنا أنطلق من يعني كثيرون يسألونني إنه هذه الإفطارات الجماعية التي تقيمها الجالية هنا أو هناك هي مسائل ممتازة، ومسائل هي جديدة وينبغي الدفع بها وما إلى ذلك. فأنا أقول إنه هذه المسألة هي ليست جديدة، ربما أخذت شكل مختلف نتيجة للبلاد التي نقيم فيها هنا وهناك، ولكنها أزعم فأقول إنها عادة إريترية وسلوك وثقافة إريترية كانت موجودة، آه، تكثر أو تقل. يعني حيث نعرف أنه في المساجد كانت تقام الإفطار الجماعي في الخلاوة وفي أماكن الأفراح والأتراح وهكذا. فأنا أقول أنه هي تنسجم مع عاداتنا وتقاليدنا من ناحية، ومن ناحية أخرى برضو يعني الإفطار الجماعي، الله مع الجماعة والتآخي والتلاقي، هذا شيء جميل يأمر به الدين. ونحن كإريتريين برضو لها أبعاد وطنية. أنا بقول إنه حتى المختلفين فيما بيننا نحن سياسيا ووطنيا، خلينا نقولها بشكل صريح، في رمضان نتناسى تلك الخلافات فنلتئم في مأدبة واحدة. فتحت هذا العنوان بروف جلال، أنا سعيد أن تلقي برأيك وتقدم لنا هذه المحاضرة، وإن شاء الله فيما نراه مهم ممكن أن نعمل مداخلات، لكن المجال مفتوح لك بروف جلال الدين محمد صالح. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها ليست محاضرة ولكنها محاورة، والمحاورة أولى من المحاضرة، لأن المحاورة فيها تفاعل ثنائي، والمحاضرة فيها إلقاء فردي واستقبال من جمع أو من فرد. والمحاورة يستثير فيها المحاور المحاور من أجل أن يثري اللقاء، وهذا لقاء تحاوري. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير والبركة. وموضوع التحاور في هذه الأمسية المباركة بإذن الله هو الإفطار الجماعي في الشأن الإريتري أو في الثقافة الإريترية، بين التأثر
والأصالة. هل هو أصيل في ثقافتنا الإريترية أم وافد إليها جاء به التأثر بالجوار من حولنا أو بالهجرة، حيث نحن في بلدان وأماكن مختلفة متنوعة متعددة الثقافات. وقبل كل شيء واستهلالا ومدخلا للموضوع، لا بد من أن نشير إلى أن الإفطار واجب شرعي إذا ما غابت الشمس، وأتم الصيام إلى الليل. وإلى في اللغة العربية تفيد الانتهاء. الفجر ينتهي إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، وأول ما تغرب الشمس فلا بد من الإسراع إلى الإفطار، خلافا للشيعة الذين يقولون أن لا بد من الظلام الدامس، لأن الليل عندهم هو الظلام الدامس. أما ما دام هنالك ضوءا خافتا فليس هذا هو الليل. ولهذا يقولون الإفطار لا علاقة له بالغروب وبصلاة المغرب، وإنما يكون بعد المغرب، وهذا خلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجلوا بالفطور وأخروا السحور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور. فلا بد عند نهاية الصوم من إفطار، وللصائم فرحة بهذا الإفطار، لأنه يوم انتهى بالطاعات وينال فيه المسلم الأجر، ويقول فيه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويتناول الإفطار تمرة. نعم. وهذه العادة وهذه الثقافة هي ثقافة إسلامية عند كل الشعوب الإسلامية في أقاصي الدنيا وأباعدها وفي أقاربها أيضا، حيث يكون المسلمون قلة أو كثرة يتناولون الإفطار. فهي ثقافة إسلامية تجدها عند الشعوب عامة وكافة. نعم. وهي تتم بشكل فردي إذا ما كان الإنسان منفردا. وكما قلت لك في لقاءاتنا السابقة أن الإنسان لا يعيش منفردا منعزلا، وإنما يعيش مجتمعا، فهو إنسان اجتماعي بطبعه كما تقول نظرية علم الاجتماع، وهذا هو الحقيقة. نعم. فهو يعيش بين أسرته، والعادة أن الأب يجمع أفراد أسرته في المنزل في بلادنا في إريتريا ويفطرون معا، والزوجة والزوج والأبناء يفطرون معا. وأحيانا يأتيهم ضيف ويطرق بابهم من حيث لا يظنون ولا يتوقعون. يأتي طارق في البيت فيطرق فيرحبون به، لا سيما إذا كان في رمضان، ويجلسونه في البيت. هنالك مجلس مخصص لهذا الجانب في ساحة من المنزل في بيت لبيوت الضيافة،
يأوي إليه هذا الضيف ويعطى في رمضان إفطاره من القهوة والتمرة ويفطر مع صاحب البيت. هذه هي الثقافة المتداولة التي شاهدناها وورثناها وورثها المجتمع الإريتري في كثير من بلدانه، في كثير من مدنه، وهي عادة إسلامية وثقافة جميلة. وأحيانا الجيران يجتمعون فيما بينهم، لا سيما عندما لا يكون حظر التجول، فيأتون بأطباقهم في المسجد الذي هو في الحي ويفطرون معا، يتناولون ساعة الغروب قبل الآذان أو أثناء المؤذن حتى يؤدوا صلاة المغرب جماعة، يجلسون مع بعض فيأتون بما خف من الإفطار كالماء والتمر والمشروبات الملونة من البرتقال والليمون وغير ذلك، فيتناولونها في ساحة المسجد أفرادا من أهل الحي لأنهم يريدون أن يؤدوا الصلاة جماعة، فيأتون قبل أن يتناولوا الإفطار في منزلهم لكي يتناولوه في المسجد. ثم بعد ذلك كل يذهب إلى بيته ويكمل ما بقي من المأكولات والمطعومات عشاء مع الأبناء. هذه ثقافة مورست وتعوطيت في إريتريا. هنالك شيء آخر تعود الإريتريون أن يقوموا به وهو من عاداتهم وتقاليدهم أيضا، ما يسمونه بالعاياد. إذا كنت سمعت شيئا اسمه العاياد. نعم نعم. والعاياد هو أن الأسرة تقيم إفطارا جماعيا تدعو إليه أهل الحي والمحتاجين ليفطروا في البيت معا. تفعله ذلك طلبا للرحمة والاستغفار لمن رحل من أهلها كالأب والأم والأخت والأخ، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم في أخراهم بالجنان والرحمة والغفران، متوسلة بعمل صالح تقدمه وهو الإفطار، فإنها تفطر صائما. هذه الأسرة تفطر صائما، ولتفطير الصائم أجر عظيم، فهي تتقرب بعمل صالح تدعو به الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتاها وأن يعمهم بالنعيم الدائم في الجنان الدائمة. وهذا من التوسل الجائز شرعا، لأن التوسل أنواع، منه ما هو بدعي لا يجوز أن يكون، ومنه ما هو سني جائز شرعا، كأن يتوسل العبد إلى الله بدعاء العبد الصالح، ويتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيقول يا رحمن ارحمنا، يا كريم أكرمنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى.
وأيضا يتقرب إلى الله ويتوسل إليه بعمل صالح يقوم به من نحو إفطار الصائم. فالأعياد تقوم أساسا على هذه الفكرة، على فكرة التوسل بالطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. ويأتي هؤلاء الجيران وهؤلاء الصائمون من أهل الحي ومن الضيوف يأتون في المدينة في البيت ويفطرون، ثم بعد ذلك يدعون لمن غادر هذه الحياة من أهل هذه الدار. فهذا نوع من الإفطار الجماعي. لو تأملنا فيه من الناحية الاجتماعية ففيه التكافل الاجتماعي، لأن ثمة من لا يجد إفطارا، وفيه تعميق الترابط الأخوي بين الجيران، وفيه تفقد الأحوال، وفيه التواصل الاجتماعي والتزاور والتآلف، وفيه إنهاء الخصومات والمقاطعات التي قد تحدث بين جار وأخيه لأمر دنيوي. فتكون هذه سببا من الأسباب، لا أقول تنهي حالة القطيعة نهائيا، ولكنها قد تحرك الضمير وقد تخفف من حدتها. والمجتمع النبوي في المدينة المنورة عرف هذا النوع من التواصل والتكاتف الاجتماعي، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين الذين كان من دأبهم أن يجمعوا طعامهم ثم يتقاسموه فيما بينهم. فقال إن الأشعريين إذا أرملوا رحلوا أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم ثم تقاسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني يجمعون الطعام، كل واحد يأتي بما لديه من الطعام قل أم كثر، ويجمعونه في مكان واحد ثم يتقاسمونه بالسوية، بمعنى لا يأخذ كل واحد على القدر الذي أتى به، وإنما يأخذ كل واحد على قدر يساوي قدر الآخر بالتساوي. وهذا نوع من التكافل الاجتماعي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته وحث الأغنياء على أن يتبرعوا بما فاض عن حاجتهم، أن ينفقوا مما فاض عن حاجتهم. فقال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني إذا كان ما زاد عن قوتك وعن حاجتك فعد به على غيرك. فإذا كان لك طعام فائض فلا تدخره ولا تحتكره، وإنما عد به إلى من هو في حاجة إليه. وإذا كان عندك مركب زائد لست أنت في حاجة إليه، سيارة زائدة أنت لا في غنى عنها، فعد بها على من ليست له سيارة حتى يستعين بها. وهكذا عندما على الأقل. عندما يتكافل المجتمع يتحول إلى نوع من المجتمع الاشتراكي المنبثق عن قيم العقيدة الإسلامية. هذه معالم إسلامية تعطينا تصورا لحالة الإفطار الجماعي.
فهي من ناحية ثقافة إسلامية، ومن ناحية أخرى نحن الإريتريين مارسناها في بلادنا، ونموذج الأعياد هو نموذجها الذي عاصرناه وعايشناه، حيث يأتي الجيران ويفطرون معا، كما أن اجتماع الجيران في زاوية المسجد الزاوية التي يصلون فيها للإفطار معا، أيضا هذه ثقافة علمناها. وعليه إذا ما جاء الإريتريون في مهجرهم قبل ذلك بروف جلال، اسمح لي، سنأتي إلى المحور الثاني اللي هو في المهاجر، أكثرنا حوجة إليه، ولكن في كلمة عياد التي ذكرتها حضرتك هي ذات يعني كلمة عربية تم تحريفها إلى حد ما، فبرضو كده استفيض لنا في الكلمة. لا، يعني ونحن في برنامج لغة عربية، يعني عياد هذا يعود. أيوة، لم يجري تحريفها. مم. هي عياد مأخوذة من العياد، يعني يعود. هو كالعيد، يعني يعود في السنة مرة، فهي يسمونها عاياد. والمعايدة عايده تكون مفاعلة، عايدة يعني، والمفاعلة تكون مشاركة بين 2 أو 3، كقولنا مقاتلة. المقاتلة هي بين 2 في أقل أفرادها، وبين أكثر من 2 في أكثر الأفراد، لأنها مشاركة. فالعاياد هي من المعايدة، إنه تعود مرة بعد أخرى، وأنه يفعلها أكثر من شخص. عاياد يعني هذا يعود بها على هذا، ثم الجار الثاني يفعلها أيضا. عندما تفعل في الحي الواحد العياد يكون أكثر من مرة. في كل يوم تسمع أن بني فلان عندهم عياد، وأنت مدعو إلى هذا العياد فتذهب، واليوم اللي بعده يدعوك شخص، وهكذا الناس تكون مشغولة في الحي حتى يكمل الحي أعياده، كل أسرة تعمل الأعياد. هذا إفطار جماعي يعود من سنة لسنة، ويعود من أسرة لأسرة، يعني تعيده كل أسرة. نعم، وليس مرة واحدة فقط. وليس مرة واحدة، يعني يكاد الشهر كله ربما عيادا، لأنه يبدأ من أول رمضان، من ثاني رمضان تبدأ أسرة في الحي فتدعو أفراد الحي وتقول لهم هذا يوم الأعياد، ويدعون لها. في نفس الجلسة يقول شخص ليدعو أهل الجيران، يقول لهم الأسبوع الجاي أو اليوم الجاي الأعياد عندي فيدعوهم إلى الأعياد، وهكذا هو يعود من أسرة لأسرة كما يعود من سنة. بارك الله فيك. على ذكر اللمة والجمع، برضو عندنا ليس في المرتفعات فحسب، ولكن إلى حد ما برضو عندكم في كرن، ولكن في المرتفعات معروف إنه القراءة الجماعية بعد صلاة الفجر، يعني حيث يقرؤون وترا أو يقرأوا ياسين وتبارك، ثم يكون في نوع بسموه الترتيب. يعني شفت حتى الكلمة كلمة عربية، يعني يرتبون من يأتي بالقراصة مثلا والشاهي والقهوة، ويتم الترتيب بين أسرة فلان وفلان على مدار السنة، والناس يأتون ويصلون ثم يقرؤون شيئا من القرآن أو يعملوا الأذكار، ثم يشربوا الشاي ويفطروا. وفي ناس يعني ده فطورهم، يعني خلاص يعني بعدها ينطلقوا إلى أعمالهم. برضو أعتقد شيء من ذلك موجود في المرتفعات كلها، وفي المنخفضات إلى حد ما برضو موجود. برضو هذه المسألة على ذكر العياد أنا بجيبها، وده يومي، راتب يومي يعني.
ومنظمة بطريقة جميلة. وهذه من العادات. وكثير من الناس يعني بالنسبة لهم الفطور بتاعت بعد الفجر هذه وجبة رئيسية، بالذات المعوزين والناس بحوجة وغير، وحتى الناس اللي على ميسرة من حياتهم، برضو بالنسبة لهم شكل من أشكال التآلف والتلاقي وهكذا. فليتك حدثنا عن الإفطار الصباحي الجماعي المعتمد على القراصة والشاي وأحيانا حليب كمان والبن يعني. نعم، هذا طبعا في غير رمضان. في غير رمضان. نعم نعم. وهي مدار العام. ثقافة نعم موجودة، وأظنها موجودة أخذا من الحديث الذي يحث على البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، سبحان الله. نعم. ذاكرا الله سبحانه وتعالى للذكر، يا سلام. فيذكرون الله بين قارئ ومستغفر ومكبر ومسبح إلى أن تشرق الشمس، إلى أن الضوء يملأ الآفاق تنفس الصباح. نعم. أو يتنفس الصباح، فيخرجون من المسجد إما إلى البيت عودا، وإما إلى المتجر استئنافا للحياة اليومية. وهو يتوسل إلى الله بهذا العمل. وفي مثل هذا يأتون بالطعام بالإفطار كما ذكرت أنت، والأسر تتناوب في هذا. سبحان الله. نعم. الأسر تتناوب في هذا. فمرة يقول رب هذه الأسرة علي هذا الإفطار، فيأتي باللوازم المتعارف عليها. وهذا عرف جميل، والأعراف معتبرة عند الشارع إذا لم تحلل حلالا وتحرم حراما. العرف معتبر، له قيمته في الشريعة الإسلامية، وحتى له دخل في القضاء والأحكام. وهذا العرف تعارف الناس عليه، وهو عرف جميل وطيب يزيد الألفة والمحبة، يفعلونه. ومثله أيضا الشرافة. نعم. الشرافة في القرآن. الخلاوة. نعم. أيوة. عندما ينهي طالب القرآن جزءا من أجزاء القرآن ينهيه بشرافة. فإذا أكمل جزء عما الجزء 30، ففي نهاية عما وفي لوحه يرسم رسما لبناء مسجد بقبة ومزخرف بألوان، وإيذانا بأنه أكمل هذا الجزء من القرآن وهو فرح مسرور مستبشر، وأهله فرحون لأنه إنجاز بكتاب عظيم. فيجعل له الشرافة. والشرافة هي عبارة عن خبز منزلي حنباشة يكون في المنزل، تقوم به أم الطالب أو أخته، والعجين فيه يكون مخلوطا بحبة السوداء. وحبة السوداء هي مبارك فيها كما جاء في النص النبوي، فتخلط مع العجين حتى تخبز فيما نسميه نحن الحنباش، الخبز المنزلي الذي يعمل. ويكون معه الشاي، دلو الشاي أو براد الشاي، وهو بأحجام مختلفة. وفي ذلك اليوم يوم الشرافة لا بد أن يكون من الحجم الكبير،
ويكون الشاي في مثل هذه المناسبة مميزا عن غيره بوضع البهارات المنكهة من الهيل والقرنفل وغيره. ويؤتى في الساعة الأخيرة في المساء قبل انفضاض طلاب الخلوة ويقدم إلى الشيخ، والشيخ يختار الأنضج من الطلاب ليقسمونها بالسكين أقسام على شكل مثلثات أو مربعات، ثم يقومون بتوزيعها على الطلاب جميعا كاسا من الشاي وقطعة من الخبز، فيفرح الجميع أحلى يا دكتور. ويستبشرون ويهنئون هذا الطالب بهذا الإنجاز، ويتنافسون في ذلك، والعوائل تتنافس في إجادة الخبز وفي إجادة الشاي، وهكذا يعيش المجتمع فرحة وسرورا، وهو من البهجة الجماعية التي يفرح فيها الجميع. ويأتي الطفل أو الطالب في المساء وهو فرح مستبشر إلى الأسرة عائدا، والأسرة أيضا توزع ما فاض وزاد من الخبز على الأمهات في الجيران، لأن في هذا اليوم أنهى ابنهم جزءا من القرآن يستحق عليه التشجيع ويستحق زملاؤه عليه الإكرام. فهذا نوع وثقافة أنتجها المجتمع الإريتري المسلم منطلقا من أصوله الإسلامية، لأن الثقافات لا تنبع من فراغ. نعم، أما في ختمة القرآن الكريم وإنما تنبعث من قيم عقائدية يعتنقها المجتمع. فما ذكرته يا أخي أحمد من جلوس الناس بعد صلاة الفجر في المسجد يتداولون كتاب الله ويتذاكرونه ويسبحون ويكبرون ويهللون، ثم يتحلقون على قطع من الخبز وكاسات من الشاي يحتسونها ويمضغون الخبز معها، وتدخل فيهم النشوة والفرحة والسرور، ثم ينفضون إلى متاجرهم. هذه ثقافة راقية جديرة بالاحترام والتقدير والتذكير والتوريث للأبناء حتى يأتسوا بالذين من قبلهم في مثل هذه الأعمال. وعلى ذكر القرآن بروف جلال، عفوا على المقاطعة، وعلى ذكر القرآن الكريم وختمة الجزء ثم الجزء الذي يليه، تأتي بعد ذلك في ختمة القرآن الكريم الوليمة الكبرى، سواء كان داخل منزل الذي ختم، وهناك من يردد القرآن برضو في الترديد برضو يعملون، لكن في ختمة القرآن بتكون الوليمة أكبر. وللشيخ الجليل المقرئ هنالك هدايا طبعا من الجلاليب والطواقي والعمائم وما إلى ذلك، برضو هذا الشكل من أشكال. وتدعى الخلوة كلها وأحباب الطالب الذي ختم القرآن الكريم، يعني برضو هناك عرس قرآني. ليتك حدثتنا عن هذه النقطة قبل أن نذهب إلى التجمعات في الخارج. نعم، هذه هي ختمة القرآن. وختمة بمعنى مختوم، وختم القرآن فلا قرآن بعده، ختمت به الرسالات السماوية كلها، فلا رسالة بعده، وختمت به النبوات فلا نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
والطالب عندما يختم القرآن بمعنى أكمله حفظا أو وتشجيعا. تلاوة، حفظا أو تلاوة، ليس بالضرورة أن يحفظه كاملا، ولكن يحفظه يختمه تلاوة. والتلاوة تكون عند الشيخ، ويسمى العرض والرمي. صح. العرض هو أن الطالب يعرض ما حفظه على شيخه في المساء فيسمى عرضا، العرض. والرمي هو في الصباح يتحلق الطلاب حول الشيخ على شكل حرف نون، الشيخ فيها بمثابة النقطة، والحلقة هي الأفراد الذين يتحلقون، ويملي عليهم. هذا الإملاء المصطلح الذي تدول في الخلاوي القرآنية بالذات في منخفضات إريتريا من كرن وأغوضات وإلى غير ذلك يسمونه الرمي. نعم. يرمي الشيء، يرمي في هذا مقطعا من سورة، وفي ذاك يرمي مقطعا من سورة، وفي الثالث مقطعا من سورة أخرى من حفظه أو من المصحف الذي بين يديه. وهنالك الذوات من المصنوعة باليد، والقلم الخشبي، واللوح الخشبي، والطالب يغمس في الذوات ثم يكتب ما يرمى إليه، يا شيخ فيتعلم الرسم الإملائي على النمط العثماني. الشيخ لا يقبل أن يرسم القرآن بالرسم الإملائي المتعارف عليه الحديث، ولكن لا بد من أن يكتبه على الرسم العثماني، نعم. على المصحف العثماني كما هو مرسوم، ولهذا يتعلم الرسم العثماني كما يتعلم التلاوة. وهكذا يمضي إلى أن يختم القرآن بهذه الصورة وبهذه الصيغة. عند ذلك يجعل له ذلك الحفل العظيم والذبيحة العظيمة من ضأن وشاة نعم. نعم. وربما بقرة. بقرة كمان. نعم، لمن نعم. كان له قدرة ويذبح بقرة ويقطعها قطعا توزع على الجوار وعلى المحتاجين من المنقطعين والمتبتلين في المساجد من أهل الذكر، ممن يسمونهم الدراويش أو المتصوفة الذين انقطعوا أو لا حاجة لهم في أمور الحياة، فتوزع لهم مثل هذه الذبائح. كل هذا نمط من أنماط التكافل الاجتماعي. يا سلام، بارك الله فيك دكتور. هذه المناسبة أذكر لك طرفة حكاها أحد الزملاء وأحييه من هذا المكان، وهو الأخ أبو إدريس، هو الآن في أمريكا، الأخ نور حسين. ذكر نكتة مضحكة تناسب المقام، تناسب المقام، وأرى تلطيف هذه الحلقة بها، وهي أنه ذكر أن ابنا كان عند جده يبكي لأنه رسب في المدرسة، فكان حزينا على رسوبه. وبينما هو كذلك إذ دخل عليهم رجل فقال له: انت خير ذي لماذا يبكي؟ فقال له جده: أختيمو يردد له. يعني
كمل السنة وقاعد يعيدها. بعد يقول له رسب وسيعيد السنة ولهذا يبكي، ولكن قال له أختموا يردد له. أختموا يردد له يعني نفس يردد، يعني نفس الكلمة العربية، نفس اللفظة، وتدخل في ثقافة المجتمع. نعم نعم. فيقول أختموا ورددوا، ردد نعم وأخذ. ودائما في الحميرية لا يأتي الهمزة، ما تقول لا تقول اكتب، ولا تقول اقرأ، ولا تقول اسمع، ولا تقول ابلع، وإنما تقول قرأ، كتب، سمع، بلع. بلع. لأن الحميريين في لغتهم لا ينطقون الهمزة، غير موجودة، ولهذا لا يقولون تعال، وإنما يقولون أيضا، والعين نفسها، العين كالهمزة لا ينطقون، يقلبون العين يقلبونها همزة، يقول تعال، ويقولون أبدو. على كل هذه طيب دكتور، تأتي في هذا المجال. الآن نحن بارك الله فيك، يعني جزاك الله خير. حتى في المرتفعات وهم يتحدثوا بالتقرينية يقول لك أختموا، يرددها له ختموا قرآن وهكذا. فالمفردة ذاتها موجودة يعني حتى بالحديث وحديث المسلمين في المرتفعات، الجبرتة تحديدا ومن عاشرهم. المفردات هي المفردات العربية الموجودة حتى في لغة التقرينية. الآن نأتي ما التقرينية نفسها حميرية. حميرية نعم، ما هو مصداقا لحديثك يعني. نأتي الآن إلى تجمعاتنا الرمضانية في الخارج وما أحوجنا إليها إن شاء الله في حدود 10 دقائق كده دكتور. ما هي أبعادها؟ يعني أديتنا الخلفية الوطنية، جزء من عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا السمحة كمجتمع إريتري ومجتمع مسلم، يعني ما في شك. الآن ربما الحوجة تكون أدعى، لأن نتآلف فيما بيننا في هذا الشهر الكريم، ولذلك ومن هنا تعمل الجاليات كلها أكثر من مأدبة. على سبيل المثال في ميلبورن مما أتى رمضان يمكن شهدنا 4 أو 5 تجمعات لمختلف الاتجاهات، وكل واحد يمشي هنا وهناك يعني، وأحيانا يكون في نفس اليوم كمان. نرجو التنسيق فيما هو مقبل، لأنه برضو الناس دارين يجوا هنا وهناك. فما هي البعد الديني؟ نحن لا كمجتمع إريتري نعيش في الخارج، والبعد الوطني ذاته في لما الشمل، ويعني أن نكون يدا ويد الله مع الجماعة. تفضل بروف. أخي أحمد، يعني في هذه النقطة بالذات أن أشير إلى أمرين هما الاغتراب والاقتراب. الاغتراب من الغربة والاقتراب من القربة، فهو قريب وهو غريب، قريب منك وغريب عنك. والغربة تكون حسا ومعنى، والقرب يكون حسا ومعنى. فقد تكون قريبا من شخص وأنت غريب عنه، قريب منه بدنا، ولكنك غريب عنه بمشاعرك وثقافتك. نعم. هنا في مهجرك أنت ونحن في ديار الغرب قريبون منه جسدا، نعيش على أرضه، ولكن غريبون عنه بثقافتنا.
نعيش اغترابا ثقافيا، وهو أيضا بالرغم مما يمدنا به ويضغط علينا من المساواة القانونية ومن الحقوق السياسية، إلا أنه ينظر إلينا على أننا جاليات من شعوب مختلفة متناثرة هنا وهناك، وأقرب مصطلح ينطبق علينا هو الأقليات، ويشجعنا هو على أن نحافظ على ثقافتنا ولا ننصهر فيه ونذوب في كيانه كل الذوبان. فهو يستمتع، فصاحبة الجلالة أو صاحب الجلالة في بريطانيا مثلا يأتي بنماذج وشرائح من مجتمعات مختلفة، كأن بريطانيا متحفا لتلك الدولة البريطانية العظمى التي كانت تملك المشارق والمغارب ولا يغيب عن ممتلكاتها الشمس. اليوم باتت الشمس لا تشرق عليها، ولكنها تأتي بشعوب وأعراق مختلفة من الهندي والسندي والأفريقيين والآسيويين والأمريكانيين وغيرهم من الشعوب المستعمرة، وتسكن هذه الديار وكأنك تزور متحفا بشريا يصور أمامك ما كانت عليه بريطانيا العظمى في ذلك التاريخ. نعم. بريطانيا تدعونا دائما ونحن من رعاياها الآن أن نحافظ على ثقافتنا وعلى لغاتنا، ويكون إفطار جماعي يدعى إليه المسلمون جميعا. وأنا كنت في المنتدى الإسلامي بلندن مسؤولا عن النشاط الثقافي، كنا نقيم إفطارا جماعيا في هذا المنتدى يأتيه العرب وغير العرب من الجزائريين والمغاربة والمشارقة، من الشرق العربي ومن المغرب العربي ومن المسلمين جميعا، أفارقة، البيضان والسودان والحمران والصفران، كلهم يجتمعون على مائدة واحدة في هذا المركز، ويدعى إليه البرلمانيون البريطانيون ويشاركوننا الإفطار من المسلمين وغير المسلمين، وينظرون إلينا ونحن نؤدي صلاة المغرب فينبهرون بهذا المنظر وبهذا الأداء، ويأخذون فكرة عن الإسلام. وأجدادهم هم الذين حكموا الشعوب الإسلامية يوما ما وفرقوها إلى دول وتركوا عندها سياسة فرق تسد. في هولندا قبل يومين عقد إفطار جماعي تبرع به هولندي ليس مسلما، دعا إليه المسلمين جميعا من أجناس مختلفة في قاعة واسعة وعريضة، وهنالك أفطر المؤمنون. وهذا نمط من أنماط الدعوة إلى الله ونمط من أنماط التواصل مع المجتمع الذي نحن فيه. فلا بد أن نعكس صورة الإسلام في هذا المجتمع على نمط يحببه إلى الإسلام أو يحيده من العداء للإسلام. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا بشكل عام. فنحن الإريتريين الموجودين في سويسرا، الموجودين في استراليا، الموجودين في أمريكا، الموجودين في كندا، الموجودين في بريطانيا، في كل بقعة من بقاع الأرض، نحن جزء من هذه الفسيفساء البشري المجتمع في ديار الغربة، مسؤولون أمام الله
أن نوصل رسالة الإسلام إلى هذه المجتمعات من خلال سلوكنا وأخلاقنا. وعليه الإريتريون في استراليا عندما ينظمون إفطارا جماعيا فهم يؤدون أكثر من بعد اجتماعي وثقافي وديني. أما البعد الاجتماعي فإنهم يجتمعون معا في دائرة واحدة ويتفقدون أحوال بعضهم ويعكسون للشعوب الأخرى أنهم مجتمع متآلف متراحم متواصل، وهذه خصلة تحبب إليهم الآخرين وربما اقتدى بهم غيرهم. ولهذا قال الرسول إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم ثم تقاسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم. فهذا البعد الاجتماعي. البعد الثقافي فإنهم يعكسون ثقافة بلادهم، وأن بلادهم ليست مبنية على التهاجر والتنافر، وإنما مبنية على التآلف والاجتماع، ولا فرق في ذلك بين المسلمين والمسيحيين، وعليهم أن يدعوا المسيحيين أيضا إلى هذا الإفطار ويشركونهم فيه. فإذا رأوا منهم هذا التقارب وهذا التآلف أحبوا دينهم وإن لم يعتنقوه. وقد تتغير بعض المفاهيم التي في أذهانهم نتيجة تعبئة خاطئة، وأن المسلمين في إريتريا عندما أحدهم يتزوج ويعقد زواجا ويقيم حفل زواج يدعو إليه الجوار من المسيحيين ويذبح لهم ذبيحتهم الخاصة بهم. والمسيحيون أيضا عندما يعقدون زواجا يدعون المسلمين ويذبحون لهم ذبيحتهم، مع أن الإسلام أباح ذبيحة أهل الكتاب، ولكن قومنا أرادوا أن يحترموا معتقدات سائدة في المجتمع فيعملون لهم. فهذا نوع من التآلف والتواصل. وفي هذا الحوار يكون التراحم. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار إما أن يكون جارا مسلما أو جارا غير مسلم، والراحمون يرحمهم الرحمن. فالفقير حتى قالوا يجوز للمسلم أن يوقف وقفا لفقراء المسيحيين. هذا الدين التراحمي التآلفي إذا لم يفهموه معتنقوه ويجسدوه في واقع حياتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية فسيبقى مجرد أحرف وأسطر في كتب تقرأ للتبرك فقط. وعليه أقول لهؤلاء الإريتريين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال إنما يقومون بها تأصيلا لعقيدتهم وتعبيرا عن ثقافتهم. وأن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صفية أظن قالت للنبي إن أمي تصلني وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. فالتواصل أمر مهم جدا. فإذا كان من المسلمين مطلوب منهم أن يتواصلوا مع غير المسلمين ويتعاملوا معهم بالحسنى جوارا وصداقة وزمالة ومعاشرة ومساكنة وطنية، فمن باب أولى أن يكون الأمر فيما بينهم، وبهذا يكون التعايش السلمي والاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي والتآلف المجتمعي. وعليه أقول هذه ثقافة جيدة يا حبذا لو تواصل بها واستمر عليها المسلمون
في الغرب فهم في النهاية أقليات كما يصفونهم، وهم مدعوون من قبل الأنظمة التي تؤويهم أن يحافظوا على ثقافتهم. فكم هو جميل أن تأتي وأنت قد ارتديت العمامة الحجازية يوم العيد مثلا، حتى يراك الأسترالي غير المسلم فيسأل عنه. وكم هو جميل أيضا أن تأتي وأنت بسروالك الشرقي البجاوي سديرية وقطعة قماش وسروال طويل وغيرها من المظاهر، نعم. ليسألك أيضا آخر من المسلمين وغير المسلمين من أين هذا؟ أنا عندما تكون نهاية العام الدراسي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكنت قد أشرفت على طلابها في قسمنا في الدكتوراه والماجستير، وناقشت الرسائل العلمية، وهذا يوم سيحضره الأمير ويتوزع فيه الشهادات ويحضره السفراء والقناصلة والدبلوماسيون، لأن الجامعة جامعة أمنية تابعة لجامعة الدول العربية، فتدعو السفراء وغيرهم. وكنت آتي وقد لبست الزي الشرقي سديرية وسروالا طويلا وثوبا قصيرا وعمامة أهلنا البجاوية. آتي فالمصريون والسوريون من الأساتذة والدكاترة يسألونني ما هذا الثياب؟ فكنت أقول للمصريين هذا ثياب حلايب وشلاتين، حيث البجا يلبسونه من جنوب مصر إلى حدود إريتريا. فكانوا يستغربون، فعرفتهم بثقافتي. وكان هنالك دكتور سوداني من القضارف، أحييه من هذا المقام، الدكتور خالد الكردي، يا سلام. وكان عميد كلية من الكليات في جامعة نايف، وهو من القضارف فيعرف هذا اللباس. فالسودانيون كانوا يستغربون، حتى السودانيين الشماليين كانوا يستغربون كيف ألبس هذا اللباس. فكنت أقول لهم أنا من شرق الشرق، أنا من إريتريا، من ذلك الشرق الموصول بشرق السودان، أنا من شرق الشرق. وبهذه المناسبة دعني أحكي لك قصة. كنت في رحلة، أدركنا الوقت إن شاء الله. إن كان في إيجاز. الزمن إن كان في الزمن متاح ومجال، يعني في وإلا حدود 5 دقائق، أجلناها. 5 دقائق إن شاء الله. 5 دقائق. آه آه شاركت في مؤتمر في نواكشوط، نظمته جامعة نايف العربية مع وزارة الداخلية في موريتانيا. وكانت عندي ورقة عن الفساد، وأنا والدكتور الفريق عباس أبو شامة، الله يذكره بالخير وأحييه أيضا من هذا المقام، وكان وزير داخلية السودان، وهو كان رئيس قسمنا. فسافرنا معا من الرياض إلى الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء إلى نواكشوط. وثم بعد ذلك ألقيت ورقتي، وكان السفير السوداني والبعثة السودانية الدبلوماسية السودانية أعضاء السفارة حاضرون في هذا اللقاء، وكانوا يحسبونني سودانيا. فجاءني وسلم علي وقال لي أوراق السودانيين كانت في غاية الجودة، وشكرني وشكرته. ولكنه قال لي اليوم أنت والفريق عباس أبو شامة مدعوون للعشاء عندي في البيت. فظننت أن ثمة شيء خاص قد يكون، وأنا لست سودانيا، وقد يتناولون فيه أمر السوداني في هذه الجلسة. فقلت لما أحرجهم؟ فقلت له بالمناسبة أنا إريتري، وأنا من إريتريا، ولست سودانيا، وإن كان السودان أهلي والسودان بلدي وامتداد لثقافتي. فقال لي لا بأس، فنحن شعب واحد، وأنت مدعو، وسيارة السفارة ستأتيكم في الفندق
فجاءتنا السيارة وذهبنا معا وتعشينا وتعارفنا، وكل من الحضور كان يعرف بقريته ومدينته في السودان. فلما جاءت الدورة إلي قلت لهم أنا من شرق الشرق، فقالوا لي وأين شرق الشرق؟ فقلت لهم من إريتريا، ذلك الشعب الذي يتكون سكانه من امتدادات مجاورة، امتداد السودان وامتداد جيبوتي وامتداد إثيوبيا، ويتكون من هذا الشعب. فإريتريا امتداد للسودان، وإريتريا امتداد لجيبوتي، وإريتريا امتداد لإثيوبيا، وكأنها قصعة طعام تجمع إليها أفراد من هذا المجتمع وذاك المجتمع. نعم. ولن تتكامل إلا بهم. بارك الله. ولن تستطيع أن تعيش منعزلة عنه، فهي بالسودان موصولة، وهي بجيبوتي موصولة، وهي بإثيوبيا موصولة، وهي باليمن موصولة، باليمن موصولة كذلك، عبر البحر بالحجاز. الأحمر وبالجزيرة العربية، بالحجاز، ثقافة وتاريخا وسكانا واقتصادا ولغة. هي خليط من هذه الثقافات الحميرية، وعليها أن تعبر عنها في بلاد مهجرها وفي موطنها، حتى تبدو لؤلؤة وقطعة تلمع بهذه التشكيلة الجذابة من الثقافات والمعتقدات الدينية، وتضرب المثل الأعلى في التعايش بأمن وسلام. بارك الله فيك بروف جلال الدين محمد صالح، الدكتور الداعية الرجل الأكاديمي. سعدت بلقائك، ولا شك أن المشاهد الكريم يشاركني هذا الإحساس. سنبدأ من حيث توقفنا اليوم في الحلقة المقبلة بحوله تعالى إذا أمد الله في الآجال. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نختم، ولم نفتتح بها فاعذرونا، لكنها هي الآية التي نفتح ونختم بها، وخير ما يختم به هو من آية ذكر الحكيم. أيها الإخوة المشاهدون، أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام. تحياتي محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة، وتحيات البروف جلال الدين محمد صالح والفريق الذي يخرج هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم. تحياتنا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.